باختصار كده هقولك موضوع إمام عاشور علشان فيه صفحات كتيرة وكبيرة عاشت في الزيطة مع شوية ناس مسمين نفسهم إعلاميين. بعيدا عن عياط الزملكاوية على كلام التوقيع أو انقسام الأهلاوية على إشاعة التوقيع أو يجي أو لأ، بس أي حد عاقل هيقولها بالعقل كده. ميتلاند شاري إمام عاشور ب2.5 مليون دولار، يعني يوم ما يجي يبيعه هيبيعه ب3 مليون دولار على الأقل. ميتلاند هيبيعه بنفس السعر أو أقل في حالة إن اللاعب فشل، وده مثلا يعني هياخد موسم، يعني أقل حاجة ياخد موسم وبعد كده يفكر يبيعه لو فشل ب2.5 أو 3 مليون. يعني ده الطبيعي، إن هو مش هيجيبه ب2.5 مليون دولار ويروح يبيعه لك أنت مثلا ب2 مليون. نيجي بقى لإمام نفسه، أي لاعب مش هيفكر يرجع مصر غير لما يلاقي نفسه مش ناجح في أوروبا، وده برضه مش أقل من موسم، مش بعد 6 شهور. نيجي بقى للأهلي، الأهلي وكولر أولوياتهم راس حربة. أنا ليه أدفع 3 مليون دولار في لاعب نص ملعب وأنا عندي زحمة في الحتة دي؟ يا جماعة ده كلام الناس العاقلين، بلاش تشتيت دماغ، الله يبارك لكم.